لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السفير الكويتي بالرباط يصدم البوليزاريو ويؤكد منح المغرب أزيد من مليار دولار. لم يتردد السفير الكويتي في الرباط في وصف البوليزاريو بالجمهورية الوهمية، موضحا أن موقف بلاده من قضية الصحراء منسجم مع موقف مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الكويت تنظر إلى قضية الصحراء وكأنها قضية كويتية. كما نفى السفير الكويتي الذي قال إن بلاده تدعم مغربية الصحراء بشكل مطلق وواضح حصول أي تأخير في موعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية، موضحا أنها ستجتمع في الكويت برئاسة كل من وزير خارجية المغرب والكويت يومي 9 و10 أبريل المقبل. وأوضح السفير في حوار خاص من داخل مقر السفارة، حيث تحتل صور زيارة الملك محمد الخامس للكويت حيزا مهما في باحة الاستقبال، أن الالتزامات الداخلية للحكومة المغربية المتعلقة بتدبير مرحلة الانتخابات وضغط الأجندة هو الذي حال دون انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في وقت سابق، غير أنه أكد بالمقابل أن اللجان المصغرة مثل اللجنة القنصلية واللجنة القضائية تواصلون اجتماعهما دون انقطاع. وبخلاف أطراف أخرى، أكد نفس المصدر على تنظيم احتفالية خاصة بعد وفاء دولة الكويت بالتزاماتها المالية إزاء المغرب والبالغ رقمها مليار دولار قبل التوقيت المحدد لذلك، علما أن 4 دول هي السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية التزمت كلها في سنة 2012 بمنح المغرب هبات مالية بقيمة 5 ملايير دولار، ما دفع المملكة إلى فتح حساب خاص تحت اسم الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي. كما أكد نفس المصدر الدبلوماسي أن استثمارات كويتية موجودة في المغرب والعلاقات المالية بين الدولتين لا تقف عند حدود الرقم المذكور، بل تتجاوزه إلى علاقات استثمارية كبرى من خلال الأنشطة الاستثمارية الكويتية في المغرب، والتي توجد على رأسها 3 شركات كبرى، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بنشاط الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المساهمة الكويتية في إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بالمغرب.